جبل عبد العزيز كان 2012 النظام السوري مسيطر على المنطقة بشكل عام هنا، فبقى صارت هالمشاكل اللي صارت وسلمها لجبهة النصرة، يعني أشكره هيك بدون أي شيء، بدون أي مقاومة، أي إشكاليات صارت، سلم لجبهة النصرة. فبقى يعني إحنا كأهالي جبل عبد العزيز يعني عانينا من المجموعات الجت يعني كلها فصائل إرهابية، ومن ضمنهم تنظيم داعش. شي سنتين تقريبا عانينا بشكل عام، لا يخلون حدا ينزل على السوق، لا يخلون حدا يطلع، وبالأخص كانوا يعني مسيطرين على المرأة بشكل خاص، إنه ما يصير مرأة تمشي مثلا تروح للسوق إلا يكون معها حدا، إنه على قولاتهم إنه حارم عليها. يعني هم جونا باسم الدين، وهم بعيدين كل البعد عن الدين، لأنه الدين الإسلامي هو دين التسامح، دين المحبة، يعني ما يفرق لا عربي لا كردي لا عجمي لا آشوري لا أي شيء. وقت داعش سيطر على جبل عبد العزيز يعني المرأة عانت من القتل ومن الضرب، ويعني مرة يشوفونها مي لابسة حجاب، ومو بس حجاب، أي شغلة لازم تكون مغشية. طبعا بالدين الإسلامي الغشامو إنه فرض سنة، يعني حسب الواحد ما هو يكون، بس هم يعني شوهوا سمعة الدين وأفرضوا يعني سيطرتهم على المرأة بشكل خاص. يعني المرأة عاشت من الظلم ومن القتل، يجلدون جلد النساء، جلد اليوم أنت بدون حجاب يجلدون أبوك، يجلدون أخوك. يعني عاشت المرأة عيشة مأساوية بجبل عبد العزيز أيام تنظيم داعش. من خلال سيطرة داعش على المنطقة كانوا يعني شلون هم قدروا يشوهون صورة المرأة. يعني نظموا فريق من النساء، يعني هن زوجات الأمراء تبع داعش على قولاتهم. ايش سووا بيهن؟ حطوهن لهن مثل المركز، يسمونه مركز الحسبة، جلد النساء، انه المرأة شلون كانت معدومة خالص. وبفرق هسه وقت 2015 جور الرفاق وتحرر جبل كزوان من تنظيم داعش الإرهابي، فبقى هسه المرأة يعني نشوف المرأة بجميع مجالات الحياة ضمن الكومينات. أول ما تأسست الكومينات 2016 بجبل عبد العزيز، يعني المرأة نشوفها هي تمشي بالصفوف الأمامية. ضمن الكومينات صارت يعني الرئاسة المشتركة للكومينات تعطي رأيها، تعطي حقها. تفعلت لجان بجميع الكومينات، خاصة لجنة المرأة، لجنة الحماية من ضمن الكومين. بعد الكومينات 2017 تشكلت المجالس، شفنا المرأة بالمجالس، بالبلديات، بمؤتمر السار، بدار المرأة، قوات الحماية الجوهرية. يعني شفنا المرأة قدرت هين بجبل عبد العزيز، ما نقول بالشكل المطلوب إنه 100%، بس إنه تحررت يعني 90%. نشوف إنه إحنا تحرر وقت نشوف إحنا كنساء رئاسات مشتركة للمؤسسات، بمنهن ننضم للقوات العسكرية. يعني شفنا المرأة ضمن هالحركة، حركة القائد عبد الله أوجلان، نظمت نفسها. يعني هسه نحن عندنا بجبل عبد العزيز المرأة قامت ترجع لجوهرها الأساسي، قامت هسه عينا ككومينات ولا كمجالس بلديات، دور المرأة يعني بشكل عام، مؤتمر ستار، الكل المرأة تطلع حملات توعية على الكومينات، توعي المرأة نفسها. صورة المرأة شوهها داعش اللي جاي باسم الإسلام، هسه المرأة قامت تصححها. ونشوف يعني نحن كنساء جبل عبد العزيز نشوف المرأة صار لها دور بجميع المجالات، ضمن الكومينات، ضمن القوات العسكرية. يعني من عندنا من الغرة هين زاد ببنات انضمن للقوات العسكرية، يعني صار بفرق، صححت صورتها أيام تنظيم داعش شلون وأيام الحركة هسه شلون. نحن كنساء عربيات ضمن مشروع الأمة الديمقراطية والإدارة الذاتية، يعني حققنا كثير من الإنجازات. يعني مثال هسه عينا أو هسه المرأة يعني من ضمن خلال دورات الحماية الجوهرية المرأة يعني تدريباتها كلها قامت تعرف سلاح وتضرب وتناضل، تطلع على الجبهات. يعني أولي لو كان هالشي هذا كان المرأة قدرت تشيل مثلا بارودتها وتدافع عن حالها وعن أرضها، بس يعني ما كان هالشي هذا، ما كنا بهالوعي هذا.
نحن اليوم كنساء نشوف حالنا يعني مبسوطين، فرحتنا مو معطينها لحدا انه قدرنا نوصل هدفنا، انجازاتنا، رجعنا لجوهرنا الحقيقي. نعم لاقينا انه صعوبات من ضمن العادات والتقاليد، لانه هالشي هذا مو انه اليوم وبكره وبعد بكره انه نقدر نتخلص منه، واحنا لحد الان صار لنا هاي الذكرى التاسعة لتحرير جبل عبد العزيز من تنظيم داعش الارهابي. نحن لحد الان قاعد نناضل، طبعا شايفين حالنا انه عاملين انجازات ومتقوين وقت نشوف انه المرأة قدرت انه تكسر هالحاجز هذا تخلص منه، بس ما نقدر انه نتخلص من العادات والتقاليد بيوم واليوم وبكره وهاي. لحد الان احنا قاعد نناضل. 21 ايار الذكرى التاسعة لتحرير جبل كزوان من تنظيم داعش الارهابي. أنا كمرأة أبارك هذا اليوم على جميع النساء وخاصة نساء جبل عبد العزيز إنه تخلصنا من هالتنظيم الإرهابي. أناشد جميع النساء وخاصة النساء الموجودات في جبل كزوان، لأنه هاي نحن بالقرن ال21 وتخلصنا يعني من تنظيم داعش الإرهابي، والخاصة هو كان يعني عبء كبير على المرأة. فبقى أنا أرسل صوتي لجميع نساء العالم وبالأخص نساء جبل كزوان إنه نكون إيد بإيد من خلال الجولات اللي نطلعها على الكومينات، على القرى اللي موجودة، إنه نعطي صورة أكثر للمرأة، نحافظ على هويتنا المرأة اللي حصلناها بعد تحرير جبل كزوان. طبعا بقدر ما إحنا تأذينا من داعش والتنظيمات الأخرى، الفصائل اللي شفناها خاصة عندنا بجبل عبد العزيز، يعني مش قد ما تأذينا إحنا لازم نعطي صوتنا ونحافظ على هالشي هذا. يعني اليوم وقت راحون شهدائنا وأرضنا، يعني مو أي حدا يقدر يقدم هالشي هذا، لأنه اللي قدمناه إحنا والشيء اللي تقدم لنا من فكر الأمة الديمقراطية مو أي حدا يقدر يتقدم له. طبعا نحن حكينا كثير، بس ما ننسى الدولة التركية الفاشية، لأنه هي كانت الداعم الأساسي لداعش بال2015، واللي هسه كل يوم عم يتعدوا على مناطق شمال وشرق سوريا، وبالأخص إنه منطقة تل تمر، جبل عبد العزيز، إنه يريد يصلون لهالمكانات هاي لأنها مكانات جغرافية. طبعا أنا أطلب من جميع النساء إنه ننظم نفسنا ضمن الحماية الجوهرية، ضمن الكومينات، نوعي أهلنا شعبنا من أجل ما نرجع لنفس الأيام اللي كنا بيها.